طلاب كتير جدا بدأوا يتوتروا ويسألوني هو بعد ما ظهرت نسب النجاح في بعض امتحانات مواد الثانوية العامة، هل النسب دي كويسة والتنسيق هيكون كويس ولا لا؟ في الفيديو ده بإذن الله تعالى هجاوب لك على بعض الأسئلة دي من خلال معرفتي، وما تنساش طبعا انت تشتركني في القناة وتفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد، لأن أنا مكمل معاك في كل أخبار النتيجة والتنسيق وكل ما يخص التقديم للكليات. ويلا بينا نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الفيديو ده بإذن الله تعالى هكلمك عن بعض الأمور الخاصة بنسب النجاح في الثانوية العامة. مبدئيا كده من خلال نسب نجاح الثانوية العامة السنة دي فتضح الآتي: إن الناس اللي جايبين درجات عالية اللي هي تقفيل مثلا المواد أقل من السنة اللي فاتت، والناس جايبين اللي هم جايبين درجات النجاح أعلى من السنة اللي فاتت. فده معناه ايه؟ معناه ان كليات القمه هيكون تنسيقها اقل، لكن طبعا الكليات اللي هي المتوسطه هيكون عليها ازدحام شديد جدا وهيكون صعب ان الطلاب يدخلوا. فطبعا الطلاب اللي هم جايبين درجات مرتفعه هيكون ليهم مكانهم، لان ده طبيعي ان اصلا ما فيش ناس كتير جدا جايبين درجات مرتفعه، انما الطلاب اللي هم جايبين درجات متوسطه عايزين كليات متوسطه عاديه خالص، فده هيكون صعب شويه لان هيكون فيه ازدحام شديد جدا على الكليات المتوسطه او الكليات اللي هي زي ما بيقولوا كده كليات الشعب، وده هيفتح المجال للكليات والمعاهد الأهلية أو الكليات والمعاهد الخاصة. وبس كده، ده كان فيديو اليوم، والسلام عليكم.